مشاهدي الأفاضل، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بالعناوين. تدشين مشروع مياه وطريق في بادرة. تقييم نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة في إقليم عنسبة. حصاد مزارع أسر الشهداء والمحتاجين في ملقه. تشاد تعلن مقتل وإصابة العشرات من جنودها في اشتباكات مع بوكو حرام. مسؤول عسكري سعودي بارز يزور إيران ويناقش التعاون معه. البرلمان الياباني يعيد انتخاب ايشيبا رئيسا للوزراء. السلام عليكم ورحمة الله. دشن حاكم الإقليم الأوسط السيد فسحي هيلة في 10 من نوفمبر مشروع مياه وطريق ترابي شيد بتكلفة تزيد عن 6.7 مليون نقفة في إدارة ضاحية بادرو في مديرية سالجقة. وأوضح مدير إدارة ضاحية بادرو السيد تخليد برهي أن الطريق الترابي المتفرع من طريق أسمر كرن يبلغ طوله 11 كيلومترا ويشمل مشروع المياه حفر بئر و14 نقطة لتوزيع المياه. ودعا مدير مديرية سالجقة السيد كفلة مريم قبر مسقل القرى الأخرى لاتباع المبادرة التي اتخذها سكان إدارة ضاحية بادره، لأن بناء الطرق وإرساء مشاريع المياه أساسيان للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع. وأشار سكان بادره إلى أهمية الأعمال المنفذة في أنشطتهم اليومية، مذكرين الجهات المعنية بمواصلة الدعم لضمان استمرارية الخدمات. هذا وقدمت شهادات تقديرية للمؤسسات الحكومية والأفراد الذين قدموا مساهمات بارزة في إنجاز المشروع. تقع بادرو على بعد 12 كيلومترا من مدينة أسمرة. عقدت إدارة التعليم في إقليم عنسبة اجتماعا تقييميا يوم 8 من نوفمبر في كرن لنتائج امتحانات الشهادة الوطنية المتوسطة للعام الدراسي 2024. وقال مسؤول مكتب التعليم في الإقليم الأستاذ كفلاي عبد ميكائيل إن الاجتماع ركز على الجهود المبذولة لتحقيق نتائج أفضل في المستقبل، حيث أن نتائج الامتحان الوطني لا تؤثر على الطلاب فحسب بل على جميع الجهات والشركاء الناشطين في مجال التعليم. وأوضح مسؤول الامتحانات الوطنية المتوسطة الأستاذ هبت أسفاي إن من التحقوا برياض الأطفال لمدة سنتين حصلوا على درجات أفضل من أولئك الذين التحقوا بسنة واحدة والذين لم يلتحقوا برياض الأطفال. وذكر منسق الامتحان الوطني للمرحلة المتوسطة الأستاذ حامد عثمان نجاح 33% 33.7% من الطلاب البالغ عددهم 9314 طالبا من الذين جلسوا للامتحانات على مستوى الإقليم بانخفاض 8.3% مقارنة بالعام السابق، مشيرا إلى أن غياب الإشراف والتدريب فضلا عن نقص المكتبات وثقافة القراءة من بعض أسباب الرسوب. ودعت مسؤولة قسم الزمالة والامتحانات الوطنية في وزارة التعليم الدكتورة حليمة محمد كافة المعنيين للعمل الجاد لتضييق الفجوة بين امتحانات الفصول والامتحان الوطني. واقترح المشاركون للعمل بجدية أكبر في اللغة الإنجليزية والرياضيات وإيجاد سبل لإعادة فتح مركز تدريب المعلمين لمعالجة النقص في المعلمين في المدارس الابتدائية وتدريب المعلمين مع وصول الكتب المدرسية الجديدة. ودعا حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى جميع المعنيين للعمل بجدية حيث يمكن تحسين النتائج من خلال التنسيق والمبادرة القوية. وتم في المناسبة تكريم 39 طالبا متميزا حصلوا على 90 درجة فأكثر في العام الدراسي الماضي بمنحهم جوائز أوريا. قام الطلاب والمعلمون وموظفو الخدمة المدنية بحصاد مزارع أسر الشهداء والمحتاجين في مديرية ملقه. وأوضح مسؤول مكتب العمل والرعاية الاجتماعية حصاد 264 مزرعة بالنفير الذي شارك فيه أكثر من 2200 شخص. وأشار إلى أن معلمي مدرسة داقابر المتوسطة والثانوية تكفلوا من رواتبهم الشهرية بتغطية النفقات التعليمية ل13 من أبناء الشهداء.
ودعم المكتب 70 طالبا محتاجا باللوازم الدراسية. نظم فرع الكونفدرالية الوطنية للعمال في إقليم جنوب البحر الأحمر سمينارا حول السلامة في مكان العمل. هدف السمينار المقدم لأعضاء مؤسسة إنتاج الملح وشركة عصب لصيد الأسماك لحماية الموارد البيئية وتجنب الممارسات التي تعرض سلامتهم وسلامة شركاتهم للخطر وتوخي الحذر أثناء عملهم. وذكر مسؤول الفرع سيد حسين خالد المؤسسات لاتباع وسائل تضمن سلامة القدرات البشرية، مؤكدا بأن الكونفدرالية الوطنية للعمال تعمل حسب المستطاع لضمان سلامة العمال. عقد رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع الإقليم الجنوبي السيد قرماي قبرو سمينارات في مديريات عدخالة وعرزة وأدباروة وسقنيتي وصالون ومايعيني. وقال إن الشباب الذين يتحلون بالثقافة والقيم هم أساس المجتمع المتحضر والقوي، مؤكدا العمل لتنشئة الطلاب بالكفاءة. وذكر بأن المعرفة المكتسبة في الصغر هي ضمان الحياة المستقبلية، مضيفا أنه يجب على الطلاب استغلال وقتهم من أجل غد أفضل. من جانبهم اقترح الطلاب ضرورة تنسيق الجهود لغرس ثقافة وقيم المجتمع لدى الطلاب وتعزيز المسابقات الرياضية والثقافية بين الشباب وإقامة ندوات لتقديم المعلومات الآنية للشباب. وافد مدراء المديريات بأن رعاية الشباب المسؤول المبتكر والمنتج والكفو أكاديميا ومهنيا هو جزء من استراتيجية التنمية للحكومة الإريترية. في غضون ذلك عقدت سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم الجنوبي السيدة أمتين غوسيه سمينارا لعمال المؤسسات الحكومية في مدينة عدخالة حول الأوضاع الراهنة. عقد فرع الاتحاد الوطني للمرأة في إقليم شمال البحر الأحمر سمينار للعضوات في أفعبت لتقوية التأطير والقضايا المرتبطة به. وقدمت مسؤولة الفرع السيدة جمعة راكي أوضاع الاتحاد والبرامج التي ينفذها لمكافحة العادات الضارة بالتعاون مع الشركاء، وكذلك البرامج التي يتم تنفيذها لرفع وعي وقدرات المرأة. وشددت على ضرورة تضافر جهود كافة قطاعات المجتمع لزيادة مشاركة المرأة في التعليم. وذكرت العضوات القدامى بضرورة العمل الجاد لتعزيز أنشطة الاتحاد ونقل تجربتهن إلى الأجيال الجديدة. ودعت المشاركات من جانبهن إلى تضافر الجهود لزيادة مشاركة المرأة في المدارس وبذل جهود جادة لتأطير عضوات جدد. أعرب سكان شباح عن الارتياح لخدمات رعاية الأمومة والطفولة التي تقدمها عيادة القرية. وأوضح السكان بأن أنشطة التوعية الصحية للكادر الصحي ساهمت في رفع الوعي الصحي بالطب الحديث ومكافحة الأمراض. وأشاروا إلى أن غرفة انتظار الولادة التي تم بناؤها بدعم من الشعب تقدم مساهمة مشهودة للسكان وخاصة القادمات من المناطق البعيدة. وأوضح مسؤول العيادة مساعد التمريض مرهاوي محرثاب أن عدد الأمهات اللائي يلدن بدعم من المختصين في مجال الصحة ارتفع بنسبة 8% في الأشهر التسعة الماضية، كما زاد عدد الأمهات في الرعاية ما بعد الولادة. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية إصلاح الأضرار الجزئية التي لحقت بمبنى ومعدات الطاقة الشمسية للعيادة بسبب عاصفة قوية في أغسطس الماضي بدعم المجتمع. وتقدم عيادة شباح الخدمات لإدارتي ضاحيتي شباح ومتك الأبيت ومناطق أخرى. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. أعلن المتحدث باسم الجيش التشادي الجنرال إسحاق الشيخ شنان مقتل 15 جنديا على الأقل وإصابة 32 آخرين في اشتباكات بين الجيش ومقاتلي جماعة بوكو حرام، مضيفا أن 96 من عناصر بوكو حرام قتلوا أيضا. وقال المتحدث باسم الجيش التشادي إسحاق الشيخ إن الجرحى تم إجلاؤهم جميعا إلى نجمينا لتلقي العلاج، مؤكدا في تصريح للتلفزيون الوطني أن الجيش أصاب أيضا 11 عنصرا من بوكو حرام واستولى على أسلحة ومعدات. وأفادت مصادر عسكرية بأن الاشتباك وقع في جزيرة كاريا في شمال غربي كايكا كينديجيريا في إقليم بحيرة تشاد. وحدث الهجوم بعد مضي بضع ساعات على مغادرة الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي منطقة بركرام حيث كان مقر هيئة أركان.
وتعرضت المنطقة لهجمات متكررة من قبل جماعات متمردة بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا، وجماعة بوكو حرام وقعت في شمال شرقي نيجيريا في عام 2009 وامتدت إلى غرب تشاد. عقد فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية محادثات مع نظيره الإيراني في طهران، ما يمثل خطوة مهمة في العلاقات الدفاعية بين القوتين الإقليميتين عقب التقارب الدبلوماسي بينهما العام الماضي. اجتمع الرويلي مع رئيس هيئة الأركان بالقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري لاستكشاف سبل تعزيز التعاون الدفاعي حسب ما ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية. وخلال الاجتماع قدم باقري دعوة للقوات البحرية السعودية للمشاركة في تدريب بحري إيراني مقرر العام المقبل، إما كمشارك نشط أو كمراقب. ووافق الرويلي الذي وصل إلى طهران على رأس وفد عسكري رفيع المستوى على تعزيز التعاون العسكري الثنائي عبر مختلف المجالات، وأكد المسؤولان الدور المؤثر لدولتيهما في تعزيز الوحدة الإقليمية. أعاد البرلمان الياباني انتخاب شيغيرو إيشيبا رئيسا للوزراء بعدما تكبد ائتلافه الحاكم أسوأ خسارة انتخابية منذ أكثر من عقد من الزمان. وخسر الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم الذي ينتمي إليه إيشيبا وشريكه الأصغر في الائتلاف الحاكم حزب كوميتو أغلبيتهما في مجلس النواب الذي يتألف من 465 مقعدا في الانتخابات التي جرت في 27 من أكتوبر الماضي بسبب استمرار غضب الناخبين من سوء السلوك المالي لحزبه. واجتمع البرلمان في جلسة خاصة لاختيار رئيس الوزراء المقبل، حيث يتطلب القانون إجراء تصويت خلال 30 يوما من إجراء انتخابات عامة وفقا لوكالة أسوشيتد بريس. وتغلب إيشيبا على زعيم المعارضة الرئيسي يوشيهيكو نودا بحصوله على 221 صوتا مقابل 160 في أول جولة عادة منذ 30 عاما. وتستعد حكومة إيشيبا لمشاركة رئيس الوزراء في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي أبيك وقمة مجموعة العشرين في وقت لاحق من الشهر الحالي، فضلا عن عقد اجتماعا محتملا مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في طريق العودة إلى اليابان. نجحت شركة صينية بإطلاق 15 قمرا صناعيا إلى المدار بواسطة صاروخ كنتيكا 1. وتبعا لقناة التلفزيون المركزي الصيني، فإن عملية الإطلاق نفذت من موقع الإطلاق الفضائي التجاري التجريبي دونغ فينغ، لتصبح هذه العملية هي خامس عملية إطلاق فضائي يستخدم فيها صاروخ صيني من نوع كنتيكا. وحمل الصاروخ إلى المدار 3 أقمار صناعية تجريبية ستنضم إلى أقمار مخصصة لاستشعار الأرض عن بعد وأقمار أخرى. تعمل الصين بنشاط في السنوات الأخيرة على تطوير برنامجها الفضائي الوطني، إذ أطلقت العديد من الأقمار الصناعية المخصصة لخدمات الأرصاد الجوية وخدمات الاستشعار عن بعد وخدمات الاتصالات والملاحة، وتعمل على مشاريع لدراسة الكويكبات والمريخ. كما أصبح لديها محطة مدارية في الفضاء مخصصة للأبحاث العلمية. والعام الماضي نفذت 67 عملية إطلاق فضائي، وتخطط لتنفيذ 100 عملية أخرى العام الجاري. في ختام هذه النشرة فيما يلي تذكير بالعناوين. تشييم مشروع مياه وطريق في إمبابة. تقييم نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة في إقليم عنزبة. حصاد مزارع أسر الشهداء والمحتاجين في ملقه. تشاد تعلن مقتل وإصابة العشرات من جنودها في اشتباكات مع بوكو حرام. مسؤول سعودي عسكري بارز يزور إيران ويناقش التعاون الدفاعي. والبرلمان الياباني يعيد انتخاب إيشيبا رئيسا للوزراء. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية. شكرا لمتابعة.